مشاهدينا الكرام، ويسعدنا من خلال هذه الحلقة من برنامجنا نوافذ، وهذه الفقرة من داخل المستشفى الجامعي في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ ممدوح متولي مدير أمن المستشفى، وهو أول مدني يشغل هذه الوظيفة، وبنرحب بحضرتك معنا أستاذ ممدوح. أهلا وسهلا فندم. أستاذ ممدوح، بداية الأمن داخل المستشفى يمكن هو كان مشكلة أساسا في الفترة الماضية في وجود وزارة الداخلية داخل الحرم الجامعي أيضا، وكان بيبقى هناك مشاكل كتير وبيبقى اعتراضات كتيرة برضو من الناس. طب المدنيين بقى والتعامل في الأمن مع المواطنين، مع الناس اللي بتخرج عن المألوف، مع ناس مضغوطة وناس عندها مشكلة وعايزة تحلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الموضوع ده كان يعتبر بالنسبة لي أنا موضوع جديد، أن يكون مدير أمن مدني في مستشفى الجامعة، لكن بحكم طبعا تواجدي وعملي في المستشفى الفترة السابقة بالكامل، طبعا ما ادى الى عمل علاقات كويسة بيني وبين كل موظفين المستشفى، بما فيهم افراد الامن الموجودين، لان اغلب افراد الامن الموجودين عندنا هم افراد امن اصلا معينين في المستشفى. فبالتالي كان عملية الربط اللي بيني وبين افراد الامن اللي في المستشفى ما كانتش صعبة قوي. دي طبعا عملت نوع من المودة اللي بيننا وبين بعض، وبالتالي كان ما كانتش صعبة ان احنا نعمل نظام عمل خاص بموضوع الامني داخل المستشفى. فدي طبعا كانت تجربة جديدة، وشايف ان كل الامن اللي معايا متعاونين جدا في هذا الموضوع، وعندهم استعداد فعلا انهم يقوموا بمجهود عالي جدا عشان خاطر المستشفى تكون على اعلى مستوى. تمام. أستاذ ممدوح، يمكن تم تعديلات للدخول والخروج واستقبال الطوارئ سواء للسيارات أو للمواطنين اللي داخلين يتعاملوا داخل المستشفى. هناك تعديلات جوهرية في الأماكن المختلفة. تقول لنا على هذه التعديلات للسادة المواطنين علشان اللي جاي المستشفى يعرف يخش ازاي ويطلع ازاي. هي المشكله فعلا ديت بتقابلنا بشكل كبير قوي، ان كل مواطن بيدخل مستشفى الجامعه عايز يدخل في اي مكان بدون اي توجيهات، ودي طبعا دي ثقافة عامة للأسف، مش مستشفى الجامعة فقط يعني. احنا طبعا بنناشد الجماهير انهم لما يجوا، احنا عندنا في قسم خاص للعلاقات العامة وقسم خاص لخدمة المواطنين. إذا في أي مشكلة بنقدر احنا نوجههم بالطريقة السليمة والمكان السليم اللي هو محتاجه. فيا ريت احنا بنقول مثلا إن المواطن اللي جاي ما عندوش أي خلفية في مكان معين يتوجه مباشرة إلى خدمة المواطنين، ودي موجودة اوريدي فعلا في العيادات الخارجية وموجودة، ومعانا مجموعة من الموظفين على أعلى مستوى بيبتدوا يقابلوا المواطن أو المريض ويشوف إيه الاحتياجات اللي هو محتاجها، ويبتدي فعلا يوجهه للمكان السليم. فدي بالنسبة للتوجيه بالنسبة للمريض او المواطن اللي جاي. بالنسبه طبعا للسيارات، احنا دلوقتي بدانا فعلا يعني نسيطر على هذا الموضوع، ان ما يدخلش فقط غير الحاله اللي يكون فعلا مرضيه محتاج فعلا ان يدخل عن طريق سياره، انما غير كده احنا بدانا نعمل فعلا نظام معين وبادجات خاصه بالعاملين بمستشفى الجامعه والجامعه لنحد من دخول المكان داخل المستشفى. يمكن ده يقلل المخاطر اللي بتتعرضوا ليها بقى. طبيعي ده بيقلل المخاطر، وفي نفس الوقت بيعمل لنا نوع من النظام داخل المستشفى، وبنقلل الضغط على المستشفى، لان طبعا كل اللي داخل وعايز يدخل بسيارته وعايز يدخل في اي مكان. فبدأنا ان احنا ننظم الموضوع ده ونعمل توجيه للاماكن المتاحه للضيف والاماكن المتاحه